معانا رسالة صوتية، نسمع كده. أنا اتجوزت وجوزي كان عنده أخت في نفس سني تقريبا. هي كانت بتغير مني لدرجة إنها اتخطبت بعدي على طول وقررت إنها تتجوز قبلي، وضغطت علشان نأجل جوازنا بحجة إن هي البنت يعني وتتجوز قبل الولد وكده. المهم بعد الجواز كانت كل شوية تعمل مشاكل بيني وبين جوزي، وأي حاجة أعملها تحاول تقلدها وتبين إن هي عملتها أحسن مني وكده. طبعًا حماتي كانت بتساندها، حتى لو أنا مش غلطانة كانت تطلّعني غلطانة، هي بنتها طبيعي. المهم أنا قُلت لجوزي يعني إنه أنا في بيتي ومش هاتعامل مع حد ومش عايزة مشاكل كده، هو ما كانش معترض، بس بصراحة أمه برضه أجبرته إن إحنا اللي نروح ونصالح أخته، اللي أنا ما عملتلهاش أي حاجة. ولمّا اشتكيت لماما أمي أنا، قالت لي: "يا بنتي مشّي البيت وخلّيكِ أنتِ العاقلة." والكلام ده يعني. فرُحت عشان أراضيها، فضلت حماتي تعايرني بقى إن أنا مش باخلِّف، وبصراحة وجعتني جامد أوي، ورجعت يومها حزينة جدًا، جدًا ومكتئبة، وبصراحة ندمت إن أنا رُحت، ومش عارفة أعمل إيه في القهرة دي بقى. هنا الموضوع مختلف شوية. موضوع الغيرة ما بين أخته وما بينِك، ده موضوع يعني أنا شايفاه إن هو فرعي، إحنا نسيبه. اعملي نفسِك مش شايفة، بتغير منِّك وبتقلدِك وماله، معناها إنِّك أحلى، بتحاول تعمل زيِّك وماله، معجبة باللي بتعمليه. ما تحطيهاش في دماغِك أوي إنها بتغير منِّك وبتقلدِك وبتلبس زيي وبتعمل زيي، لأ، اكبري أنتِ شوية عندها. الحموات عندهم أوقات مشكلة إن اللي عاوزاه لبنتها مش هو اللي بتعوزه لمرات ابنها. يعني النهارده ممكن تكون هي بنتها لو اتعاملت من حماتها كده هي تتضايق، لكن بتعامل مرات ابنها كده. اعرفي إن اللي بتعمليه في مرات ابنِك هو اللي هيتعمل في بنتِك، أو على الأقل نفس المضايقة هتيجي عند بنتِك. كون إن الحما بتعاير بعدم الخلفة، هنقول إنها نفسها تشوف حفيدها، والخلفة دي في إيدين ربنا، والمهم إن جوزِك هو اللي ما يكونش فارق معاه، إنما هي ست كبيرة ونفسها تشوف حفيد. ما تاخديهاش إنها بتغلط فيكِ أنتِ، لإن هي الخلفة مش بإيديكِ، فمعلش فوّتي ده كمان عشان خاطري.